يعني شركة وي غلت باقات النت ودفعنا، بنيجي قبل يوم 15 والباقة تخلص ونجدد مرتين في الشهر وشغال. بتدفعنا 120 جنيه كل 3 شهور تليفون ارضي محدش بيستخدمه ولا عند اي حد. ماشي. شركات المحمول بندفع باقات قد كده، مفيش شبكة، في حتى الشارع مفيهوش شبكة، تفتح تيجي باقة نت ما تشتغلش عشان مفيش شبكة، تفضل الناس كلها متدلدلة من البلكونات عشان تعرف تكلم بعض. طب الدفع اللي احنا بندفعه ده كله المفروض يبقى فيه خدمة. بدفع وبدفع كتير مش شوية، يبقى فيه خدمة. بتسرقني ياما واحنا برضه شغالين وبندفع، يبقى فيه خدمة. لكن ادفع ومفيش خدمة ازاي طيب؟ يعني كل الدفع اللي بندفعه ده والخدمة ميتة. خط وي على طول مقفول ما بيشتغلش، اللي هو الشركة الأم. الشبكات كلها بقت شرطتين وشرطة بالعافية، وفي أماكن مقفولة ما فيش. في الشوارع نفسها تمشي في الشارع ما تعرفش تتكلم. طب يعني ده بأي منطق؟ طب فين الهيئة القومية للاتصالات؟ مش أنت اللي خليتهم يغلوا الباقات عليا ويغلوا المكالمات عليا، وفي الآخر ما فيش خدمة خالص، زيرو خدمة؟ يعني أكتر مواطن بدفع في العالم نت ومحمول، علو أسعار. بدفع تليفون ارضي محدش بيستخدمه ولا عند حد تليفون ارضي من اساسه. فين الخدمه؟ المفروض مقابل كل ده يبقى في خدمه على الاقل. لكن ادفع ومفيش خدمه، حرام. يتوب علينا ربنا.